يا مساء الفل. دي بقى كيكة اخر الليل. انا عملت الكيكة بطرق مختلفة كتير جدا، بس دي اول مرة اجرب الطريقة دي. تعالوا بقى نجربها مع بعض ونشوف هي هتطلع حلوة ولا وحشة. انا المقدار اللي انا بعمله ده مقدار صينيتين اتنين، مقاس 30 او 32. هنزل بقى بكوبايتين ونص كده من السكر، وهحط عليهم كوباية زبدة. دي زبدة سايحة انا مسيحاها وسايباها تبرد، وهحط عليهم كوباية زيت ذرة، وبعد كده هضربهم كويس جدا مع بعض لحد ما يبقى القوام كريمي كده، والسكر يدوب تماما مع الزبدة. الزبدة دي كانت عندي حتة زبدة كريستال فسيحتها وحطيتها، وطبعا هي بدرجة حرارة الغرفة. كل حاجة بنستخدمها هنا بدرجة حرارة الغرفة. والزيت لازم يبقى الزيت لا له طعم ولا ريحة زي زيت ذرة، لازم زيت نضيف لانه بيبان جدا في الكيكة. هنضرب بقى مع بعض، وايدي هتبقى فيه تقليب مستمر علشان السكر يدوب كويس. اول بقى ما السكر يدوب وقوامه يبقى كريمي كده، هنزل عليهم بكوبايتين من اللبن. برضو اللبن هيكون بدرجة حرارة الغرفة، انا استخدمت هنا لبن بخيره. انا هنا يعتبر حطيت اصلا الكيس كله، هو الكيس يعتبر نص كيلو، يعني يعتبر كوبايتين بالظبط. وبعد كده بقى هنضربهم كويس مع بعض، الخليط ده كله هيتضرب كويس مع بعض. وبعد كده هنزل عليهم بالدقيق. الدقيق اللي هو ايه، 6 كوبايات دقيق ومعلقتين نشا. معلقتين نشا ما يكونوش كبار قوي، يعني معلقتين كبار ممسوحين، و3 اكياس بيكنج باودر. واستخدموا نوع حلو لانه بيفرق في الكيكة جدا. وحطيت كمان ذرة ملح صغيرة. هنا بقى الخليط كان جاهز معايا، هحطه على الدقيق. وبعد كده هرجع الخلاط تاني عشان هضرب البيض. انا كده ناقصني البيض، لان طبعا الخلاط ما كانش هياخد الكمية دي كلها. انا حطيت على المقدار ده اللي هم 6 كوبايات دقيق، حطيت عليهم 8 بيضات. البيض بدرجة حرارة الغرفة برضو، ولازم نتأكد ان البيض ما يكونش فاسد. انا هنا كنت بكسر في الخلاط على طول لان انا جايباه من حد مضمون، وفعلا البيض كله كان حلو. طبعا عايزين نضيع زفرة البيض، اهم حاجة الفانيليا. انا كنت بوريكم ان البيض كله كان نازل سليم، اهم حاجة الفانيليا. واستخدمت كمان برضو عشان زفرة البيض وعشان الطعم يكون حلو كيسين فروتشي برتقان. الفروتشي البرتقان بيدي للكيكة طعم رهيب وريحة حلوة جدا، وكمان بيديها لون حلو. هنضرب البيض كويس جدا جدا لحد ما يعمل فوم كده علشان الكيكة تبقى هشة. عايزة كمان اقولكم ان السكر اللي استخدمناه لازم يكون سكر فاتح علشان الكيكة ما تطلعش غامقة معانا. وهنحط كمان شوية خل. انا هنا محطتهمش في الخلاط مع البيض، بس هحطهم في البولة دي. شايفين البيض عامل فوم كده، ده بقى اللي هيخلي الكيكة هشة معانا. هنقلب بقى المكونات دي كلها في اتجاه واحد. ده الخل اهو حطيته هنا. الكيكة لازم تتقلب في اتجاه واحد، ما ينفعش نقلبها كده يمين وشمال في جميع الاتجاهات، لا هو الكيكة لازم تبقى في اتجاه واحد. عايزة اقولكوا بقى مقدار الصينية الواحدة 3 كوبايات دقيق و4 بيضات، من كوباية لكوباية ونص سكر على حسب انتوا عايزينها مسكرة متوسطة. كوباية زيت او نص زيت ونص زبدة، او كوباية زبدة بس، وكوباية لبن وكيسين بيكنج باودر، وطبعا الفانيليا وكيس فروتي. انا كنت على طول بجربها بالزيت، بس انا اول مرة اجربها بالزبدة، اول مرة اجرب الكيكة احط فيها زبدة. انا بقى جبت الصواني بتاعي، الاول دهنتها دهنة بسيطة كده من الزيت، وبعد كده غلفتها بالدقيق ونفضتها كويس، وهحط فيها بقى الخليط، هقسم الخليط فيها. والخليط بتاعنا لا هو تقيل قوي ولا هو خفيف قوي.
وطبعا بما ان احنا وصلنا الخطوة دي فلازم يكون الفرن نكون مولعينه لانه لازم يبقى سخن. دخل الكيكة في الرف اللي في النص على درجة حرارة 180، ما ينفعش نفتح عليها ابدا قبل ما بيعدي نص ساعة. وده كان سواها. الكيكة طلعت خطيرة خطيرة خطيرة، والله طلعت تحفة. انا كنت بعمل الكيكة على طول بالزيت، بس اول مرة اجرب ان انا اخلي نص زيت ونص زبدة، وعايزة اجربها برضو معاكم بالزبدة بس. هي اول ما طلعت من الفرن انا غطيتها حوالي 10 دقايق وسبتها تهدى شوية، بس ما سبتهاش تبرد، يعني انا قطعتها معاكم هنا وهي لسه سخنة. وفي نفس الوقت وانا بطلعها طلعت القطعة بقطعتها، يعني متفرفتتش مني ولا حاجة. شايفين اللون وشايفين عالية ازاي اصلا؟ والله الكيكة بتتنفس. الكيكة طلعت قطنية جدا وطعمها خطير. اهتموا بالمقادير وان شاء الله هتطلع ناجحة معاكم. سرحتوا معايا بقى في الفيديو ونسيتوا تعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناة.